الفوز الحرام اهو. الفوز الحرام اهو. مباراة الزمالك وفيوتشر بعنوان الفوز الحرام اهو. حاجة كده من ريحة كابتن فاروق جعفر لما قال لك زمان الحكام بتاع افريقيا كانوا بيجوا، كنا بنقعد مع الحكم، فالحكم بعد ما بنقعد معاه وياخد البوكيت ماني ويسافر بورسعيد يقول لنا عايز ضربة جزاء ولا كارت احمر. احنا النهارده شفنا بقى كل ده في ماتش واحد. في ماتش واحد الزمالك وهو بيكسب فيوتشر. حلقه جديده من المشجع هنتكلم فيها عن كيف تفوز بالتحكيم، وازاي يبقى عندك لعيب محترف كل دوره كمهاجم انه يغطس، انه ينط جوه ال 18 ويعوم. الجزيري طبعا صاحب اشهر غطسه في تاريخ نادي الزمالك، طبعا بعد كابتن فاروق جعفر وخالد الغندور وكل الناس اللي اعترفوا قبل كده، ورضا عبد العال وكل الناس اللي اعترفت ان كل ضربات جزائهم وهميه، وان هم ما عندهمش ولا ضربه جزاء صحيحه في افريقيا على مدى التاريخ يعني. كمان النهارده الزمالك بيجسد ده. لكن ما تنساش تعمل متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير، ووصلنا للغير عشان كلامنا اللي فيه حقيقتهم بيوجعهم فمش عايزينه يوصل. وصلوا انت. تعال اقول لك النهارده بنشوف فجر وعهر تحكيمي. كوره لا يعني مش هقول لك مثلا لا ترتقي لمرحله الفاول، دي لا ترتقي الى يعني انا مش عارف الكوره دي ازاي ممكن. الغريب ان الماتش دي فيها فار، يعني الماتش فيها فار، تخيل كده ماتش فيها فار والكوره دي بالغطسه دي بدون اي تلامس بالشكل ده، والحكم بيحسب ضربه جزاء. وطبعا الاحتفال الهستيري لزيزو، طبعا انتوا عارفين زيزو بلانتي طبعا انت عارف ملك احراز ضربات الجزاء الحرام. طبعا لو ضربه جزاء حلال كده زي مثلا ركلات ضربات او الركلات الترجيحيه مثلا في كاس العالم، انتوا عارفين في كاس العالم التاهل لكاس العالم مع السنغال، طبعا زيزو هيخش يضيع. ليه؟ لان دي ركلات ترجيحيه ما فيهاش زي ما بنقول كده مش محسوبه في الماتش، مش حرام. دي مش جايه نتيجه مثلا ضربه جزاء واحنا عندنا خلاف يا ترى ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، لا دي كوره ضربات ترجيحيه بعد الماتش ما خلصت بيخش في حلال 100%، ما فيهاش نقاش، ما مش محسوبه لسبب ده، دي حاجه ترجيحيه عشان نقول مين اللي هيكسب. طبعا زيزو يضيع عادي جدا، زيزو يضيع ضربه الجزاء الاهم في تاريخ الكره المصريه، عادي يخش يضيعها ليه حلال. حرام اديني يا باشا، اديني وانا اودي، اديني وانا اودي. وطبعا اجري على الجمهور واقلع التيشيرت. في ايه يا حبيبي مالك يا بابا؟ انا والله العظيم ما ضد الاحتفال يا جماعه ولا ضد الفرحه، بس برضه ما هو مش كده. يعني ضربه جزاء بالغطس وحرام وكلنا عارفين. حكام البوكيت ماني وادينا شفنا وبعنينا. والغريب بقى عندنا الفار، يعني احنا بقى عندنا الفار. طب انا مش قادر افهم، هل هم بياخدوا المجموعه كلها بورسعيد ولا هم بياخدوا ناس وناس؟ انا مش فاهم. يعني انا مش فاهم، دي برضو احنا محتاجين نعرفها. زمان قال لك كنا بياخدوا طاقم التحكيم، طب دلوقتي ما في ناس قاعده على الفار، طب الفار ده بيعملوا فيه ايه؟ هل مثلا بيشيلوا الفيشه عشان كاتل الشاي بنحبس بعد الفطار بكوبايتين الشاي الجمال؟ انا مش والله العظيم مخي ما قادر يترجم ازاي الناس دي كده، طبعا يطلع علينا شيكابوم يروح عامل لك كده ومنزل نقطتين يقول لك انا بكسب بالعرق. ده عرق التحكيم يا حبيبي، انت بتكسب بعرق التحكيم، انت بتكسب بعرق الحكام، عشان بس الفيلم الحمضان اللي بتطلعوا تعيشوه علينا دول. ويطلع بقى زي طبعا انت عارف الزملكاوي اول ما بتيجي سيره كابتن ابو تريكه يقول لك ايه؟ كابتن ابو تريكه اكبر، ده غطاس، لكن احنا ما نكسبش بطولاتنا بالحرام. وكله يروح ايه ماسك سبحته، معلم بيومي يروح ماسك سبحته ويقعد يسبح لك، وتلاقي بقى الزملكاوي ده تحول الى انسان متدين بطبعه. طبعا بقى نرجع للكونفدراليه اللي خدوها في 2018 ولا 19 وجنش لما قعد على الكوره بعد الخط، لا عادي دي الاخطاء التحكيميه جزء من اللعبه. طب الحكم وهو بيحسب على حضرتك النهارده ضربه جزاء مش ليك، الاخطاء التحكيميه لا اصل في تلامس، اصل لمسه، اصل الجزيري وهو بيغطس ظهر التيشيرت بتاع الجزيري راح لامس في طرف التيشيرت بتاع فيوتشر والشورت من تحت، خبطوا في بعض الشورت من تحت، فضربه جزاء. دي ضربه جزاء تتحسب، يعني هي فيها وفيها بس تتحسب. فين سبحتك يا معلم بيومي؟ لا نسيها بقى. والغطس لا نسيه، كل الكلام ده نسيه. وكابتن فاروق جعفر والكلام عن البوكيت ماني والحكام كل بقى ده هننساه وهننكره ما نعرفوش. احنا بنكسب بايه؟ بعرق الحكام، وهتبقى الدنيا حلوه والبطوله جميله وبطوله تاريخيه. زي ما بقول لك لعيب بيجري يقلع تيشيرت ويحتفل. ميسي
ايه يا حبيبي انت جاي ضربه جزاء حرام في ايه يا بابا؟ بعدين انت بتلعب فيوتشر في دور الثمانيه لسه في الكونفدراليه. يعني انت مثلا مش بتلعب في افريقيا، مش المباراه النهائيه، مش قبل النهائي، مش جايب جون في الدقيقه بلس 90، مش مقطع الماتش والدنيا معندك، ده انت طول الماتش طالع عينك. طول الماتش فيوتشر بيعمل فيك كل حاجه، وكور في العارضه وكور في، والدنيا ماشيه جميله وماشيه معاك حلو، ماشيه كده، يعني ماشيه الحكايه. تقعد تحسبها بالعقل، هي ماشيه، هي ماشيه بدون معنى، ماشيه. في الاخر جالك ضربه جزاء حرام، الفوز الحرام اهو، الفوز الحرام اهو، الفوز الحرام اهو، اه والله الفوز الحرام اهو، عادي. اعمل نفسك مش واخد بالك. طب ايه يا زيزو مالك يا حبيبي؟ ايه يا زيزو في ايه؟ ايه الهستيريه دي يا جماعه؟ يعني هل ده طبيعي؟ هل اللي الناس دي بتعمله ده طبيعي؟ يعني انا مش عارف. يعني مثلا انا شفت الاهلي بيلعب بيكسب سيمبا تنزاني في تنزانيا في اول فوز من مدرب مصري من فريق مصري في التاريخ على ملعبهم على كل حاجه، عادي يعني. احمد نبيل كوكا واللعيبه احتفلوا وجريوا وراحوا راحت ركنيه وسجدوا وبتاع وحضنوا بعض وسنطرنا وكملنا الماتش. ما شفتش الهستيريه دي. هل يعني هل ده الجوع؟ هل الحرمان بيعمل كده؟ هل فكره الهروب من لقب الحصاله والدخول في الادوار الاقصائيه بيعمل كده؟ اعتقد ممكن، ما عنديش مشكله، بس يبقى بالحلال بقى. يعني يبقى بالحلال، فكك من الحرام اللي انت عايش فيه ده. فكك يا جماعه، وده اللي انا قلته، اكتر نادي بيستفيد من التحكيم، ولكن هو اكتر نادي بيعرف يصيح، اكتر نادي بيعرف يسلط الضوء انه انا ده انا مظلوم، ده انا مقهور، ده انا مش عارف مين. وانا كنت دايما بسأل نفسي سؤال: ماذا يتعاطون في 100 عقبة؟ لغاية ما رد عليا الفنان والأستاذ الممثل العبقري كريم عبد العزيز. عرفت ماذا يتعاطون في 100 عقبة. بيتعاطوا ايه؟ ها؟ اكيد عرفتوها، هستناها منكم في الكومنتات. انا مستنيك تكتبها. انا قلت لك مين وكلنا عرفنا هما بيتعاطوا ايه. حلم الايه؟ ايوه ايوه، كومنتاتكم جميله. الموضوع خرج عن التخيل وعن التصور. وفي نفس الوقت في ناس بقى تيجي تتكلم مثلا على جنش، ففي ناس او في مدرسه بتقول لك لا يا جماعه ما ينفعش نخش في نفوس الناس، مش معقول ان في لعيب هيفوت، وامر مش منطقي ان اللعيب يفوت، ممكن يكون بيسوقه يعني مش يومه. طب هل معقول يا جماعه دايما مش يومه، دايما مش يومه في ماتش الزمالك؟ فقال لك يعني ما تخشش في النوايا، ده شيء بتاع ربنا ما تخشش فيه. انت كده بتخرج الموضوع من التحفيل لنوايا والكلام على ذمم ناس. تمام، همشي معاك. شفت ضربه الجزاء بتتشاط على جنش؟ ايه يعني؟ هل طبيعي ان انا اروح ناحيه الشمال واسيب اليمين عشان زيزو يحطها فيها، فيعني فانا بزنقه انه يحطها فيها على اساس ان انا على اساس ان انت مثلا بوفون فهتجيبها؟ يعني على اساس ان انت امكانياتك بتقول ان انت هتجيبها لما تعمل كده، لما تاخد خطوتين زياده ناحيه الشمال فتفتح له الزاويه اليمين على الاخر عشان تجبره يحطها فيها، اللي زيزو اصلا كلنا عارفين انه بيعرف يجيب ضربات الجزاء الحرام وبيحطها في اقصى الزاويه، اللي هو انت حتى لو واقف شغل خطوتين بتبقى صعبه جدا على اي حارس مرمى. فانت بقى قررت انك كمان تسيب خطوتين، الواد بقى هيبقى سوبرمان وهيطير يجيبها. هل ده طبيعي؟ يعني هل الناس، انا هنا مش هقول لك بقى جنش ايه موقفه، انا هسالك هل ده منطقي؟ انا مش هكلمك على الركنيه، ومش هكلمك على الكره اللي بيطلع المسلوسي والكره في ايده على الخط، مش هكلمك في كل ده. انا مش هكلمك في كل ده، وهقول لك عادي وبتحصل وتمام يا سيدي. ضربه الجزاء اللي حصل فيها ده منطقي؟ ده طبيعي؟ يعني هل ده طبيعي؟ الغريب بقى ان جنش يطلع يقول لك بعد كده اصلا انا اسمي جنش مش عارف الصيني ولا التركي، انا مش مصري عشان ما خدوش في المنتخب، ويطلع ما هو ياخدك في المنتخب ازاي يا حبيبي؟ ما انا بالمنظر ده اخدك في المنتخب ازاي؟ وهنا بقى لازم نبص لواحد زي مصطفى شوبير. لما تتفرج على جنش النهارده والاجوان الكوميديه اللي بيخش فيه، ولما تتفرج على عواد اللي بيخش فيه جوان كوميديه اكتر. النهارده تخيل بيخش فيه كوره في الضيقه، في كوره مش مقتوله، دي ميته، دي ميته. يعني سيبك بقى من الكوميديا اللي في الجون كله والخطوط اللي بتتضرب واللعيب اللي بيتكعبل وكل العبط اللي احنا شفناه في الجون ده، وفي الاخر بقى الشوطه اللي بتتحط في الدقيقه لعواد فبتخش جون. تخيل بقى ان كل الحراس دي في وجود مصطفى شوبير اللي بيتألق في مباراة افريقيا، اللي بيلعب تحت ضغط جماهيري في ملاعب خارجيه، ويقوم بالاهلي بيحط رجل في الادوار قبل النهائيه. لازم مصطفى شوبير يكون اساسي يا جماعه، لازم مصطفى شوبير يكون اساسي.
ارجو ان الموضوع يبقى باللي بيلعب وبيجتهد وبيقدم. تيجي تقول لي بقى اصل الخبرات واصل مش عارف مين واصل مين افضل ومين احسن، اهو افضل بالاداء وبالخبرات، وبيلعب راجل بيلعب افريقيا وبيلعب محلي وبسم الله ما شاء الله. فاتمنى ان اللي يكون بيلعب اللي يكون بيأدي. لكن الاخرام اللي احنا بنشوفها دي وتلاقيها موجوده في المنتخب وتلاقي يعني يبقى صعب، صعب وعيب، صعب وعيب ان نلاقي ان الناس دي هي الاساسيه. خلي المجهود واللاعب يبقى حتى وهو بيجتهد عارف ان ده نتيجته ان الاقي نفسي اساسي في المنتخب. لكن لو انا عارف ان انا هبقى خرم وبيخش فيا الاجوان دي وكده كده هبقى اساسي في المنتخب، اطور من ادائي ليه؟ اتعلم ليه؟ ما عادي يعني، ما انا كده كده بلعب في الاهلي او الزمالك فهروح حلو. وبعدين لا، ما هو انا اقدم فانا اللي بعد الشناوي فانا كده كده هلعب. طب ما هو الراجل هو بيلعب في الاهلي وبيأدي. فارجو من الناس بس يعني ايه تراعي ضميرها في القصه دي. طبعا الزمالك خد الماتش وزي ما قلنا بالفوز الحرام اهو، وبالتحكيم وبعرق الحكام يا كابتن شيكا بوم. وده المعلق علي محمد علي اللي انا مش قادر افهم. وهو يعني هو بيعلق على ماتش الاهلي، فكان زعلان جدا ان في لعيب من سيمبا التنزاني غير موفق امام النادي الاهلي. النهارده بقى تمام يعني شعورك وانت المفروض مع نادي مصري. النهارده الناديين كانوا مصريين. لما جه الجون الاول لفيوتشر اكنه في عزا. طب اي حاجه بقى بيلمسها شيكا بقى شيكا بوم. انا مش قادر افهم. طب والنادي التاني المصري برضو، يعني النادي التاني ده مصري، يعني هما مش جايبينك عشان الزمالك. هو انت للاسف مصري وللاسف بتتكلم على فريقين مصريين. يعني فين الحياديه؟ انا مش قادر افهم والله العظيم. بعدين الناس ترجع يقول لك ايه، هو انتوا الراجل عمل ايه؟ ده راجل مهني. اولا الراجل انا اسف صعب جدا في التعليق، وبيبقى من حظ اي فرقه بيكون هو بيعلق على ماتشاتها ان جوانها بتكون او فرصها بتكون حتى ما فيهاش اي شيء للتاريخ. تخيل كده اي ماتش مثلا ماتش توتنهام وهي بتلعب تشيلسي بتلعب اي حد، اتفرج كده على الماتشات دي وشوف كده ده وهو بيعلق. وهات بقى اي حد من الناس اللي كنا بنسمعها خليفي شوالي كل الناس دي عتيبي، حط الناس دي بقى وشوف فرق الاهداف او فرق الفرص هتبقى عامله ازاي. هتلاقيها كده ممكن تقعد تسمع الفيديو كده عايز تسمعه بس مش عايز تتفرج عليه. وشوف لما الراجل ده بيعلق. فلا يا جماعه، هو الموضوع مش فكره اهلاوي وزملكاوي قد ما فكره ان مفيش مهنيه طبعا ومفيش اي حياديه في الاداء ده، غير بقى ان الاداء نفسه اسف سيء، سيء للغايه يعني. فارجوكم ارحمونا وارجوكم راعوا ضميركم لله مش لحاجه تانية. مبروك للزمالك الفوز الحرام. عارفين انه عادي انت هتبقى فرحان بيه وما عندكش مشكله، ولكن بس بنسبته للتاريخ. وزي ما قلنا اكتر نادي بيفوز بالحكام، اكتر نادي من غير الحكام ما كانش بقى بيفرض علينا كقطب تاني للكره المصريه، ولكن ده حنا للاسف مع الزملكاويه. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، وما تنسوش تعملوا متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب واللايك والكومنت والشير عشان نوصل للغير. سلام.